السلام عليكم. ماما نجوى كلكم عارفينها. فاكرين ماما نجوى وبقلص؟ ماما نجوى هي كبرت دلوقتي في السن شوية، بس محتفظة دايما بجمالها ورقتها، وكلنا كنا بنقول عليها ماما نجوى. هي الفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم. للأسف الشديد هي تعرضت لحادث سيارة شهر 5 اللي فات، حادث جامد جدا في أمريكا، نتج عنه إصابات وكسور، وكانت حالة صعبة وعملت كذا عملية، وفعلا يعني بدأت تعمل تأهيل رياضي، وبقت ماشية بعكاز وحاجات كده ومساعدات. وهي أثناء ما هي بتعمل علاج طبيعي للأسف الشديد وقعت على ركبتها، ونتج عنه مشكلة كبيرة في رجليها، وهي دلوقتي برضه هتعمل أشعات وتشوف موضوع رجليها. يا ريت كلنا ندعي لها. كلكم فاكرين ماما نجوى إبراهيم الفنانة الكبيرة، وكانت المذيعة القديرة، مذيعة الأطفال المشهورة، اللي كانت جايما معاها عروسة كده جابتها، هي تعتبر أول من أدخلت العروسة اللي بتتكلم وتتكلم معاها، وعملت له سيناريو وحوار بقى اسمه بقلص. يا ريت كلنا ندعي لها، لأنها كانت تعبانة برضو، كانت مصابة بمرض السرطان، وكانت حالتها صعبة، والحمد لله يعني تعتبر يعني للأسف الحادثة دي جت يعني بوظت المواضيع أكتر. عايزين ندعي لها كلنا ربنا يشفيها ويعافيها ويديها الصحة، وتمتعنا كمان ببرنامجاتها الحلوة وبرامجها الجميلة. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. تقبلوا تحياتي، محمد أبو فرح. السلام عليكم.